شاحن بطارية سيارة تسبب في أضرار جسيمة في مركبة مواطن بعد انفجاره بسبب تركه تحت أشعة الشمس، فلنشاهد هذا الفيديو سويا. هذا الشاحن المتنقل هذا اللي يحذرون منه، والآن اليوم وقع مع زميلي زي ما تشوفون. الحمد لله على السلامة، والله العظيم إن هذا يوم الجمعة حاصل حرق عليه السيارة وخرب عليه كل شيء. وهذا الشاحن هذا هنا، وهذا الكرتون حقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعليق على هذا الفيديو ينضم إلي عبر الهاتف الخبير في التقنية عبد الله السبع. مرحبا بك عبد الله. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله يحييك. يعني الآن المقطع اللي شفناه قبل شوي صور أحد المواطنين، الشواحن الآن، شواحن الجوالات إذا تركت في الشمس في السيارة، إذا تركت في السيارة هل ممكن تنفجر؟ أي أول شيء من الخطر جدا أنه أنت تترك أي جهاز ذكي في بطارية في السيارة تحت أشعة الشمس، لأنه أول شيء يتلف الجهاز، ثاني شيء تنتفخ البطارية وبعدها يؤدي إلى انفجارها كما حصل قدامك. لذلك حتى لو كانت البطارية أصلية، حتى لو كانت البطارية معتمدة، حتى لو كانت البطارية يعني جديدة، ومجرد وجودها في السيارة بحرارة الشمس يؤدي إلى انفجارها. طبعا إذا كانت البطارية تجارية فانفجارها راح يكون أسرع من البطاريات الأصلية. فالبطاريات الأصلية ممكن تتحمل إلى 65 درجة مئوية، لكن بعدها ما راح تتحمل أكثر من هذا الشيء. لذلك دائما نقول إنه من الخطأ إنه أنت تحط بطارية إضافية داخل السيارة. أي طيب، أنت تتكلم طبعا أخ عبد الله عن البطاريات بشكل عام، سواء بطارية جوال، كانت بطارية إضافية أو بطارية داخل هاتف ذكي. يعني مثلا أنت بجوالك أو كمبيوترك لو حطيته بالسيارة في أشعة الشمس هذا يؤدي إلى انفجار الجوال. طيب بشكل كامل. زين، شكرا لك الأخ عبد الله السبع المختص في التقنية على هذه المعلومات.